اكيد كلنا اهم طبق في رمضان هو طبق الشوربه. النهارده هعمل معاكم شوربه القرع، والقرع دلوقتي بقى الموضوع سهل، ما بنجيبوش ونقشره، هو بيجي متقطع وجاهز وبيتباع في السوبر ماركت. هشويه، وده التركه بقى اللي بيسالوها، في ناس كتير بتحمره على النار مع بصله ومع الخضار، ما بيديش نفس التست لما نشويه. انا هنا بحط قرع العسل مع شرايح من الطماطم والبصل، ممكن احط فلفل احمر بس مش عندي النهارده، مش موجود معايا، بس ممكن احط فلفل احمر الرومي مش الاخضر، الاحمر. وممكن احط بطاطا، حته بطاطا. هنا حطيت الخضار، وطبعا اهم حاجه راس الثوم. ودايما زي ما عملنا في البتنجان واحنا بنشويه، اي خضار بشويه بعمل نفس الطريقه دي، اللي هي احط راس الثوم كده، عشان بعد ما كده بطلع الثوم وهو مشوي في الخضار وانا بضربه في الخلاط او في الكب. هجيب زيت الزيتون. زيت الزيتون ده مهم جدا ان احنا نستخدمه في اكلاتنا، بالذات الحاجات اللي بتتشوي. اي اكل بشويه مش بحمره، بستخدم زيت الزيتون. وطبعا زي ما قلنا الملح، ملح البحر، اتكلمنا على ملح البحر واحنا في المسقعه، برضو بتكلم على ملح البحر. بنجيبه خشن وبنطحنه وبنستخدمه في الاكل، وما نستخسرش ابدا ان احنا نجيب كل المنتجات الكويسه. الملح مهم، زيت الزيتون البكر الممتاز، لان الحقيقه يعني الدكاتره والادويه اغلى، فاحنا نهتم بصحتنا ونجيب زيت كويس، ونجيب الملح، نجيب من الحاجات كمان اللي هتكلم عليها خل الرز وزيت الرز. الحاجات دي كلها هي غاليه في السوبر ماركت، بستخدمها بكميات. انا بتقعد عندي بالشهر والشهرين، بناخد بالمعلقه، مش حاجات كتير، ما بحطش كتير، لكن مهم جدا ان انا اخاف على صحتي وصحه الولاد، وما استخدمش اي زيت ولا اي منتجات رخيصه. هنحط الملح، ملح البحر، وحطينا زيت الزيتون، وهنحط رشه فلفل اسود، وهنحط اللي هي البهارات الايطالي اللي بيبقى فيها ريحان، رشه خفيفه جدا، ما بحطش كتير. احنا عندنا الشوربه دي حاجه اساسيه في رمضان، ودايما بناخد شوربه لسان العصفور، شوربه الكريمه، في شوربه الشامبينيون اللي هو المشروم. من الشوربات الجديده مش دايما معتادين عليها شوربه قرع العسل، في شوربه الطماطم، شوربه البروكلي. شوربه البروكلي حلوه جدا، بستخدمها بنفس الطريقه، بشوي البروكلي بس بحط معاه بطاطس، لان البروكلي مش ماسك، فلازم احط معاه بطاطس وبصل وثوم، ما احطش معاه طماطم طبعا ولا فلفل. شوربه الكوسه برضو بحط معاها بطاطس. كل الشوربات بستخدمها بنفس الطريقه، بشوي الخضار، خلوه الفرن يتشوي، لما يستوي خالص باجي للثوم، بروح مطلعه الثوم اللي اتشوى ده، بشيل القشره طبعا، واضربه، احطه على النار، واحط عليه الكريمه، وبالهنا والشفا. انا دلوقتي هدخله الفرن، وقبل ما يستوي بقى هحضر معاه ايه اللي هيتاكل جنبه. يا ممكن شيبسي في الاير فراير، انا ما بقليش، ما فيش اي حاجه مقليه انا ضدها. يا اما هنعمل توست بالجبنه سايحه سخنه كده مع الشوربه، وهتدعوا لي. زي ما احنا شايفين ضربنا قرع العسل وكل الخضار اللي شويناه في الفرن في زيت الزيتون، وحطيته على النار، وحطينا عليه شويه كريمه. وطبعا عملنا التوست اللي زي ما قلنا، اللي لازم ناكله مع الشوربه. دي طريقه تقديمها، انا مش قادره بصراحه، بس دلوقتي هدوق. دي شوربه قرع العسل، وده السمك اللي المفروض تبقى عليه. حطيت هنا كريمه على النار، وانا بعمل الشوربه، وفي الاخر برضو هحط كده شويه كريمه للي بيحبها. هنا انا حاطه توست عاملاه بالجبنه، وهدوق الشوربه. جربوها، تستاهل، حلو قوي، جربوها. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم.